زي ما اتفقنا خليك مع عبد الحميد هيرجع لك القديم جديد، ومع عبد الحميد مفيش مستحيل واي حاجة ليها تعديل. داكس دام طبعا بتاع الفا روميو، تقريبا 23 او حاجة. فالديفيوزر ده مش موجود تماما، ولو موجود بيعمل له حوالي 25,000 جنيه. تمام. طبعا هو حد مشي بالعربية، الاكسدام وقع من جنب، فضل يجر في الارض لحد ما مسح السوكة خالص. وايضا كان الديفيوزر ده مكسر بتاع البلاستيك، لحمه ورجعنا الديفيوزر مكان تكسيره كده، وقال لك السوكة دي ماليش فيها علاج، مش هعرف اعملها. فاحنا قلنا نعمل السوكة. تعالوا نشوف عملنا السوكة دي ازاي، وديزاين اخباره ايه، من غير رش ومن غير اي حاجة. بعد كده هيترش ويتمعجن وحاجات كده، بس خليني اقول لك الشغل ماشي ازاي. اول حاجة خدنا سخين زي ما انت شايف، نعمل بيهم المستوى ده اللي هو يعني حاجة صغنونة قوي كده بتطلع، اللي هي بحيث انها تبقى زي وزرة كده ماشية مع ديزاين يكمل بتاع الاكسدام. وده هنشوفه في الاخر مع بعض. خليك معايا للنهاية وشوف ازاي كملنا الحكاية. طبعا هنا شغل بتأني ومن غير ما نسيل، وبنملى الفراغات. يعني خدنا سيخ علوي وسيخ سفلي، وايضا رسمنا بيه، وعشان يبقى ماشي معانا مسطرة، وناخد الميل بتاع السوكة اللي نازلة لتحت لفة حوالين الشكمان، وده يبقى ديزاين عشان الديفيوزر يبقى مرسوم. ايضا بعد كده بناخد كل حاجة على وضعها وتطلع بالشكل الصحيح، وليس انه شغل عشوائي، شغل نهائي، حل جذري بالشغل المظبوط. اول حاجة قلنا عشان نطلع الشغل مظبوط هو لازم يبقى موجود عندك 3 حاجات: الحب للشيء، وده هتتقن عملك، وايضا المعايير، وده الخامات اللي بتشتغل بيها تكون مظبوطة، والتايم، الوقت، تدي الحاجة كل حاجة حقها، سواء بقى وقت سريع او بطيء حسب الشغل، وكمان هتطلع شغلك مظبوط. طبعا انا بعمل الكلام ده وبضيفه وبذيعه عشان كل اخواتي وكل حبايبي في كل دول العالم يستفيدوا. وايضا احنا قناتنا قناة تعليمية، مش عشان تجيني او تيجي تعمل عندي. يعني عايز اقول لحضرتك ان انا بتاع قطع غيار بي ام. وايضا بعض من الناس بتتكلم عن ارقامنا وعن تليفوناتنا يا جماعه بتبقى على الصفحه فوق، عشان كل حد بيسالني عن الرقم وعن التليفونات. تمام. اما بالنسبه ان احنا حضراتكم ما بنردش على التليفون بسهوله، عشان بنبقى مشغلين الصاروخ، وانا بشتغل بايدي، مش انا صاحب مكان وبسيب الصنايعي شغال وانا ارد بس على التليفون. لا، انا اللي بعمل كل حاجه، وما ينفعش حد يرد على التليفون مكاني، لانه مش هيعرف يرد يقول لك ايه. فايضا كل حاجه انا اللي بعملها، فده بيبقى صعب عليا شويه، فسامحوني لما بردش او بنطول شويه على الاوقات يعني. والدنيا كل شويه بتزحم اكتر من الاول، فالضغط علينا كتير كشخصي انا. الحمد لله، وكله من نعم ربنا، ثم رضا ربنا، ثم دعواتكم الطيبه الجميله من الناس الحلوه المبهجه الحلوه دي، اللي كل شويه بتدينا خطوه للامام. طبعا زي ما انتم شايفين كده احنا عملنا الديفيوزر، هو اللي رسمنا ديزاين، وهيبان طبعا بعد ما نفنش واحنا مع بعض كده. خليك معايا للنهاية وشوف ازاي هنكمل الحكاية. اما بالنسبة للتعديلات، او انت بيبقى عندك نظرة فنية، لازم تطلع الحاجة مظبوطة معاك، ما تشتغلش شغل عشوائي. ومفيش حاجة اسمها ما تعرفش. يعني ايه ما تعرفش دي؟ يبقى انت اللي معطل دماغك فيها كل حاجة. وكل الناس على فكرة جميلة، وكل الناس تقدر تعمل، وكل الناس تقدر تظبط، وكل الناس تقدر تعمل اي حاجة حلوة. اما بالنسبة للناس اللي بتشوفني بتكلم كتير، انا قلت لهم قبل كده وبعلمهم للمرة الاخيرة: اكتم الصوت واتفرج، مش عاجبك ما تتفرجش. ايضا علشان ما اقعدش اضيف للناس المعلومات دي كل شوية، انا بقول لكم يا جماعة، عشان ناس كتير بتعلق على حتة ان انت بتتكلم كتير. انا قناتي قناة تعليمية، مش جاي هنا اتكلم بسمعك غنى، بسمعك كلام فاضي. انا بسمعك كله في المظبوط للشغل. ودي اللي بشايف ان احنا بنتكلم كتير وصوتنا مزعج، ده هو مش عايز اعلام ولا عايز اي حاجه، عايز يشوف الفيديو ويتفرج. جيب بدايه ونهايه، او اكتم حبيبي، وشرحت لك اكتم الصوت، وهتلاقي كل حاجه زي الفل، وتتفرج براحتك. انت منورنا وعلى راسنا. زي ما انتم شايفين احنا كده خدنا اللاين، عملناه مظبوط، واشتغلنا دايركت عليه، بحيث ان الشغلانه تطلع مظبوطه، وانجاز برضو وقت وكل حاجه. بس هي المواضيع دي الهاندميد كلها بتاخد وقت طويل جدا، وشغل مجهد جدا. بس الحمد لله، عشان برضو ما نقول شيء ما نعرفش. وايضا لما بتيجي تجيب الديفيوزر ده، بيجي واحد يقول لك: لا،
بالاكسدام كامل، مفيش حاجة اسمها ديفيوزر لوحده. طب لو لوحده لقيته عند حد ب25,000 جنيه، طب والاكسدام على بعضه ب45,000 جنيه. وغالبا زي ما قلت لكم دي تقريبا 23 أو 24 حاجة كده، اللي هي الرينو دي معرفش، اللي هي اللي مثلا الألفا روميو دي معرفش بقى هل ده كلام موجود منه ولا لأ، ولكن لأن زي ما الراجل قال لي ده مش موجود وبالرقم ده. فأنا بضيف لحضراتكم بس عشان البعض يقول لك ما تجيبوا جديد، ما تعملوا فايبر، ما تعملوا مش عارف ايه. لا يا جماعة، الفايبر ما يمسكش على البلاستيك، ولو مسك على البلاستيك مش هيبقى مظبوط وهينطر تاني. مش بعيب في بتوع الفايبر. هنا انا بعمل لك ده، ما انا راجل بتاع قطع غيار اهو، ما اديتكش فرصة ان حد يستغلك او يدوس على صبعك اللي بيوجعك او يقول لك لا انا هديك دي عافية. ربنا يهدي الجميع طبعا. والمقصود ان بتاع قطع الغيار بيبقى فاتح عرض وطلب عشان ما نعيبش فيه برضه، بيبقى جايب عربيه موديل حديث، جايبها غاليه مش رخيصه، فهو رزقه في الوش، الفوانيس، الاكسدامات، الحاجات دي، وبقيه الصاج بيتركن شويتين وربنا يرزق الجميع. ولكن احنا مش عايزين يبقى الاسعار غاليه عليك، ولو حاجتك 100 حته ما ترماش. وطول ما احنا موجودين مفيش حاجه اسمها عربيتك راحت عليها او دي مش موجوده او القطعة دي ملهاش حل. كل حاجة ليها حل، وطول ما الدماغ شغالة مفيش حاجة استحالة بفضل الله. كله بيتعمل وكله بيكون زي الفل. تعال نشوف احنا توصلنا لايه. احنا هنا بنعمل الدورانات، وهوريك ان احنا ماشيين مع الديزاين من البداية للنهاية. ممكن الناس تشوف ان وجهة النظر بتاعتهم ان ده مثلا مش فيديو طويل او فيديو هادف او الكلام ده من وجهة نظر ناس معينة، ولكن اللي انا عايز اقوله دي حاجة مهمة جدا جدا في ديزاين الاكسدام. بصوا احنا رسمنا بعد ما كانت ممسوحة خالص، ما فيش اهو الحمد لله كده هيئناها. هنبتدي نفنش وناخد الزوائد ونعلي ونظبط الدنيا، وبعد كده هنصاروخ ونحدد موقفنا. والسيخ الحديد ده كمان يا جماعة بيحدد لك موضوع الصاروخ. اما تيجي تمشي تجلخ الحتة دي بطولها الصاروخ مش هيعرف ينزل او يطلع منك. ليه؟ علشان انت محدد له الموقف بالسيخ، كل ما يجي ينزل السيخ هيوقفه. عشان كده بقول لحضراتكم لازم الشغل يبقى امان 100%. وايضا السيخ ده حديد، يعني لو الاكسدام قدر الله خد خبطة، خد تحميلة، هيتني ويتفرد تاني، يعني يعمل زي نظام سوسته. هنا ما شاء الله طلعنا الديزاين اهو بعد ما كان مسح ومفيش وملوش وزرة ولا سوكة ولا حاجة ومفيش معالم. ده كان عشان من حد صاحبنا كده اخوه بيخدم، يعني وقع منه الاكسدام، يعني احيانا في حاجة في العربية الاكسدام وقع منه وفضل ماشي بيه من غير ما يحس، كال الاكسدام كله، كال الديفيوزر، كال العلامة دي خالص اللي هي الوزرة اللي طالعة دي اتاكلت تماما، اتمسحت خالص. فاحنا هيئناها من جديد وطلعناها بالديزاين بتاعها بالشكل الجميل، وبرده مفيش اي حاجة تنفع تتعمل. طيب الديزاين اللي احنا عملناه ده بقى، لو انت ما عندكش ديزاين في اكسدامك ينفع تعمله الديزاين ده لو عجبك. ينفع ترسم الرسمة دي بنفس الفينش ده؟ طبعا. طيب يعني ممكن تعمل الديزاين ده على كبوت، على اكسدام، على رفرف، على اي حاجة، وينفع بالمادة دي. ينفع بالمادة دي، ما يطلعش ولا يتخبط ولا يطقطق ولا يشقق، لا طبعا. طب المادة دي بتمسك على ايه؟ على الحديد، على الاكسدام، على الفبرة، على القماش، على الخشب، على اي حاجة. بتمسك اي حاجة في اي حاجة، حتى لو الماتيريال مختلف عن الماتيريال، بتخلي الاتنين يدمجوا في بعض او التلاتة يدمجوا في بعض ويرجعوا قطعة واحدة، حديد في حديد زي الفل. طبعا زي ما انتم شايفين احنا هنا بنفنش المبدئي، طبعا بديك السوكة مرسومة وزي الفل. وايضا البوياجي بقى بيدي قشرة معجون فايبر ويرسم ويفنش، وبعد كده يروح رشه معفره. كل حاجة بتبقى زي الفل وعلى وضعها. زي ما بقول لكم من الشغلانة بحبها، برجع كل حاجة على وضعها، وان شاء الله اللي جاي احسن واقوى. وهنبسطكم دايما، ودايما الشغل الجميل، ودايما مفيش مستحيل، ومبحبش الحل اللي يميل. وبحب اقول لكم ان الموضوع حلاوته بتزود الشيء لأحسن حالة وبتخلي الشيء جميل. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله الوزرة رجعت على وضعها بعد ما كانش فيه اصلا، ودمجنا الاتنين ببعض اللي هي الجزء السفلي بالعلوي. وايضا الدورانات والحاجات دي تيجي تبص على ظهر الاكسدام بعد كده تلاقينا راسمين رسمة محترمة وطلع بالشكل الجميل اللي انتوا هتشوفوه. تعالوا نتفرج، هتعرفوا ان انا مش بهرج، وانت عشان تتفرج تقعد على المدرج وتتفرج تشوف بنعمل ايه.
وبرضو كلنا من بعض نستفيد. زي ما شايفين يا جماعة ما شاء الله الشغل زي الفل، وبقى الديزاين موجود. استنوا طبعا فيديو جديد وفكرة جديدة وحل مشكلة جديدة، وإلى اللقاء، تحياتي للجميع.